السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا أنا بقالي فترة ما شفتكوش، وطبعا فيه ناس كتير طبعا سألوني على الجاز اللي هو الجاز الأبيض. دورنا على الجاز الأبيض ولما بحثنا عليه وجبناه، بس للأسف غالي شوية، واخدين بال حضراتكم. طبعا واحنا قلنا ايه نجرب، وطبعا قلنا نجرب الجاز اللي هو السولار، وعمرناها اهوت قدام حضراتكم. معمرينه والله مش كذب ولا حاجه، اللي معمرينه جاز سولار، والبابور قدام حضراتكم اهو هيولع عادي طبيعي خالص. بس في حاجه بقى عاوز اقولها لكم قبل ما نتكلم في الايه، في الموضوع بتاع الفيديو. واخدين بال حضراتكم؟ ف يعني قبل ما نتكلم ونقول على الحاجه بتاعت الجاز، المعلومه اللي هي ممكن تخلي الجاز السعري يولع معاك البابور، ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه، وهنقدم لكم كل حاجه. بالنسبه للفيديوهات اللي احنا بنقدمها لكم مني، يعني ايه، بنبحث على الجاز الابيض مش لاقيينه، ما احناش لاقيين الجاز الابيض. فاحنا عندنا بالنسبه لبابور الجاز او بابور الشرايط، واخدين بال حضراتكم، بيولع بنفس الاداء. طبعا الجاز الابيض موجود، عشان في ناس بتكلمني على الكومنتات وبتكلمني على تسال على الجاز اللي بتولعه ازاي. طبعا قلت اعمل لهم فيديو واشرح لهم ان الجاز الابيض موجود يا جماعه في البنزيمات كلها، بس للاسف في المنوفيه او مركز الشرطه بالتحديد ما فيش في البنزيمات جاز ابيض، ما فيش الا السولار. طبعا عاوز اقول لحضراتكم برضك ان احنا ايه بنجيب الجاز الابيض ده، السولار ده، وبنجيب باكو ملح بتاع الاكل، ملح بتاع الاكل، وبنروحهم حاطينه قبل ما نعمر بيه البابور، نحطوه في الجيركن او في الازازه، يعني نرجه جامد ونسيبه شويه، نركنه شويه، وبعد كده بنستعمله للبابور. في حاجه تانية، في ناس بتولع الكلوبات اللي هي الايه، الكلوبات اللي هي كان زمان بيحصل اي فرح او اي حاجه كنا بنولع الكلوبات ونعمرها ونعلقها كده. سالوني برضك على موضوع الجاز الابيض بالنسبه للكلوبات. يعني لو ما لقيتش جاز ابيض خالص، هو طبعا الكلوب بيولع براتيني، لو ما لقيتش جاز ابيض على ان هو موجود في بعض المحافظات، بس على الطرق السريعه بتلاقي اي بنزينه مكتوب عليها شركه مصر للبترول، دي موجود فيها ايه؟ موجود فيها الجاز الابيض. هو ولع قدام حضراتكم اهو، ده ولع دلوقتي في الجاز السولار يا جماعه والسولار. بس قبل ما موضوع دي معلومه هوصلها لكم، هو ولع دلوقتي بالجاز الابيض، بالجاز السولار، لكنه كده يعني الواحد دور بجاز ابيض نظيف. ليه؟ انا حطيت فيه الملح، الكلام ده قلنا لكم فيديوهات برضك قديمه، وحطيت الملح ركنته شويه وركيته وعمرت بيه البابور قدام حضراتكم اهو، ولا قدامكم اهوت، لا دخنه ولا اي حاجه. وبعدين بالنسبه للشقق، مية بيه. بالنسبه للشقق بتجيب ازازه بتاع ده سيمنتو عشان ما يدخلكش المخلل اللي انت قاعد فيه، وتحط شويه بتحط اهو، شويه بتحط اهوت بتاع البابور ده اهو، وتحطه عشان يمكن ما انتش شايفينه، تحط اهو، بتملاه بس ما بتملاش قوي بس، وبتروح بيولع معاك البابور عادي خالص طبيعي زي ما انت شايف حضرتك.
ما خدش معايا دقيقتين. برضه بقى من الناس اللي بتشاهد القناه. ايه؟ هي دي المعلومه اللي عاوز اوصلها لحضراتكم. هو جاز سولار. ان ده جاز سولار، ده جاز سولار يا جماعه. اي حد بيسالني دور على على الجاز في البنزيمات، الجاز الابيض موجود بس للاسف مش موجود في مركز الشهداء. المنوفيه. المنوفيه وبنقول لبتوع البنزيمات مشهورين ان هم يجيبوا لنا الجاز اللي هو الابيض دوت، عشان في ناس كتير سالت عليه وهي محتاجاه. عشان يعني في ناس بتيجي في الشتاء، في منطقات فيها النظر. بتيجي في الشتاء النهارده كل حاجه في الشتاء احسن من الفحم. والجو بره دلوقتي كل سنه وانتم طيبين، مش احنا داخلين على فصل الشتاء، وده هو هيبقى كل حاجه في البيت. وما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه عشان نقدم لكم كل ما دي معلومه عن البابور. وطبعا مع الايام بندور على القلوب هنيله، وهسيبكم شويه مع البابور وعيشوا شويه مع البابور وولع بالسرور والله. عيد معاكم اهوت يا جماعه 100. وانتظرونا برضه في الفيديوهات الثانيه ان شاء الله البابور، وبعدين مش هيبقى بابور واحد، هيبقى 2 ان شاء الله. بامر الله.